جدد حياتك. وقصة بهديها لكل الشباب اللي بيسمعونا، قصة اسمها حكمة حصان. عايزة تقولك اوعى تيأس، عايزة تقولك خلي عندك امل، عايزة تقولك في فايدة، جرب، اتحرك، خد موقف، لازم تنجح. يا شباب يا بنات، اتعلموا من الحصان ومن حكمة الحصان. ايه حكمة الحصان؟ بيقولك ان كان في حصان ماشي مع صاحبه، في وسط الطريق كانت في حفرة كبيرة، وقع الحصان في الحفرة، فضل يرفص ويصرخ مش عارف يطلع من الحفرة. حفرة زي الحفرة اللي فيها أمتنا بقى لها 200 سنة مش عارفة تطلع من الحفرة. صاحبه حاول كل حاجة، الحصان يرفص ويصرخ زي ما احنا بنرفص ونصرخ مش عارفين نطلع من الحفرة. صاحبه حاول كل المحاولات عشان يطلعه، مفيش فايدة. أصل في الآخر ملقاش صاحبه غير حل واحد، إنه يردم عليه، يردم عليه عشان يموت، لأن خلاص يردم عليه زي ما احنا بيتردم علينا. صاحبه حاول يرفعه معرفش، ولقى ان الحل الوحيد اردم عليه التراب لغاية ما يموت. اصل تكلفة اخراجه من الحفرة اعلى بكتير من قيمته. بدأ يردم على الحصان، الحصان بدأ يصرخ، بدأ يفهم انه هيموت، يردم عليه والحصان يصرخ ويصرخ ويصرخ. لكن بعد شوية الحصان بطل يصرخ، فهم ان الصريخ مش هيجيب نتيجة، وان الحل دور على حل، فكر. الحصان بعد شوية سكت خالص. صاحبه افتكر انه مات بالسكتة القلبية، راح يبص على الحفرة عشان يشوف الحصان حصل له ايه. لقى ان الحصان ما ماتش، الحصان عايش، بس بيعمل فكرة ذكية. كل ما يترمي عليه التراب والرمل يقوم يحط التراب على ظهره، ويقوم محرك ظهره وهو في الحفرة عشان التراب ينزل تحت رجليه، فيطلع عليه نص ملي، ويطلع نص ملي. وبقى بعد ما كان الردم هو اللي بيموته، بقى الردم هو اللي هيحييه، لانه ذكي وازاي يستفيد من المشكلة اللي هو فيها. وفضل صاحبه يرمي التراب والرمل اكتر، والحصان يدلق التراب والرمل من على ظهره تحت رجليه، ويطلع ويعلى ويعلى. صحيح 5 ملي ب5 ملي، وصحيح هياخد سنين لغاية ما يطلع من الحفرة، بس هيطلع. اكتشف الحصان ان الزعيق والخناق والاكتئاب واليأس بتستنفذ من طاقته، وبتكون النتيجة انه هيفضل في الحفرة ويموت. يا شباب قلدوا الحصان. يا أمة يا اللي حاسة ان الحل ان احنا نصرخ ونصوت، قلدوا الحصان، اعملوا عمل ذكي يخرجنا من الحفرة. فكرة جديدة وجدد حياتك.